مرحبا وألف تحية من أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. في هذه الحلقة نطلعكم على قصص وحكايات مملوءة بالآثار، فمرحبا بكم في المتحف المصري بالقاهرة في برنامج آثار وحكايات. يعتبر المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط، يضم أكثر من 170 ألف قطعة أثرية، كما يحتوي على أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة بالعالم. ترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني. ويعتبر المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة هو أكبر وأعظم المتاحف في العالم. تم تخصيص هذا المبنى عام 1902 ميلاديا لعرض الآثار المصرية القديمة، وتأسس المتحف في عام 1857 ميلاديا، وتم افتتاحه للجمهور في عام 1902 ميلاديا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. ويضم المتحف مجموعة ضخمة ومتنوعة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك التحف الفرعونية والمومياوات والأدوات الأثرية والفسيفساء والألواح الكتابية والمجوهرات وغيرها. يعتبر المتحف وجهة سياحية رئيسية في مصر، ويجذب الآلاف من الزوار سنوياً. احنا في المتحف المصري في التحرير في قاعة 32 في الدور الأرضي. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا اسمه الأقزام في مصر القديمة. احنا طبعا عارفين يعني ايه قزم، يعني إنسان حجمه صغير في أنواع من الأقزام، يعني حجمه صغير ولكن التنسيق متكامل ومتناسق مع بعضه. في أقزام تانية بيبقى الشكل مش متناسق، الرأس كبيرة شوية، الأطراف رفيعة، الإيدين والرجلين، الجذع قصير. مصر القديمة أيضا كان فيها أقزام نوعين، نوع إفريقي ونوع مصري. النوع المصري موجود من عصور ما قبل التاريخ. النوع المصري من أهم الملامح بتاعته إنه ما كانش متناسق، يعني هنلاقي الراس كبيرة شوية، الأطراف رفيعة، الجذع قصير. لكن القزم الإفريقي هو حجمه صغير ولكن متناسق كل الأجزاء مع بعضها. الأقزام عموما يعني كنوع قزامة، في حاجة اسمها قزامة وحاجة اسمها تقزم. الأقزام اللي هو القزامة يعني 2 أقزام خلفوا أطفال أقزام لكن في صحة جيدة جدا ما فيهمش أي مشكلة. لكن النوع الثاني اللي هو التقزم ده يعتبر مرض، وطبعا منتشر جدا وخصوصا في هذه الفترات. وده بيكون يعني لما دوروا الباحثين أو العلماء في الموضوع لقوا إن في 300 سبب بيؤدي إلى التقزم أو صغر الحجم. يعني ممكن أسرة كبيرة ما فيهاش غير واحد بس قزم اللي هو عنده مرض التقزم، مش هم أقزام من الأول. من أهم الأسباب طبعا موضوع جينات، زواج وراثي، متلازمات كتيرة في الحاجات الطبية. على أي حال في مصر القديمة كان في موجود الأقزام اللي هم عادي جدا واللي عندهم أيضا تقزم. الأقزام اللي هم المصريين أو اللي أصلهم مصري موجودين من عصور ما قبل التاريخ، ولقوا ليهم طبعا دفنات موجودة. طبعا في البداية كانوا معتقدين إن هم أطفال، لكن طبعا بعد الدراسات اتضح إن هم طبعا أقزام. وكان الأقزام المصريين شغلهم أو المجتمع وظفهم في بعض الوظائف اللي تناسب طبعا حجمهم وأطرافهم الرفيعة، زي إيه؟ زي الحياكة، زي شغل التطريز، زي صناعة الذهب، لأن أطرافهم الرفيعة دي كانت بتفيد قوي في صناعة الحاجات الصغيرة زي الحلي مثلا، الأساور والأقراط والسلاسل، كان عندهم دقة ومهارة. في نوع تاني اسمه القزم الإفريقي، وده اللي كانت مصر طبعا بتستورده من إفريقيا أو بلاد بونت أو حتى يعني داخل أفريقيا، لأن كان في طبعا رحلات كتير بتروح في أفريقيا للاستكشاف أو لجلب البخور أو لجلب بعض الأحجار الكريمة وغيره.
وكان بيحصل تبادل تجاري وخصوصا مع بلاد بونت، لان طبعا مصر كان في حاجات بتنتجها وفي حاجات ما بتقدرش تنتجها موجوده في الدول الاخرى خصوصا بلاد بونت. والبخور كان من اهم، والعاج من اهم الحاجات اللي مصر كانت بتستوردها من هذه البلاد. وفي احدى الرحلات كانوا بيجيبوا معاهم اقزام، وده مذكور طبعا في قصه مشهوره مع الملك بيبي الثاني في الدوله القديمه لما جابوا له قزم من هذه البلاد، وكان فرحان طبعا بيه جدا. الاقزام الافارقه كانوا بيستخدموهم في اقامه الشعائر الجنائزيه داخل المعابد المصريه، لانهم كانوا بيقوموا ببعض الرقصات اللي كانت بتبقى في المعبد اللي ممكن تبهج الملك او الاسره الحاكمه او كبار رجال الدوله، او حتى في الاحتفالات العامه اللي كانت بتصاحب الاعياد مثلا، فكانوا بيستخدموهم انهم يؤدوا هذه الطقوس. الجميل في الموضوع ان المصري القديم وظف هؤلاء الاشخاص وما سخرش منهم او ما خلاهمش جانبا بعيد عن المجتمع، لا ده دمجهم في المجتمع. من اشهر الامثله اللي موجوده هنا عندنا في المتحف المصري مجموعه واحد من الاقزام اسمه سند، وسند معناها سليم الجسد، يعني عنده صحه. سند قدر يوصل لانه يبقى رئيس الاقزام في القصر الملكي، كان مشرف على حاجات كتيره جدا داخل القصر الملكي والطقوس الجنائزيه اللي كانت خاصه بالملك خوفو والملك جدفرع اللي كانوا من الأسرة الرابعة والخامسة. طبعا فضل فترة طويلة، وطبعا قدر ينجز أعمال كثيرة جدا زي أي إنسان عادي. والمصري القديم هنلاقي كتير في التعاليم الخاصة بالحكماء، هنلاقي في مثلا واحد من الحكماء اسمه إيمن موبي، كان ليه كده نصوص اللي هي بتوصي بأن الواحد ياخد باله من كل المعاقين الموجودين في المجتمع ما يسخرش منهم. كان بيقول لا تسخر من القزم. والنصائح طبعا اللي كان بيقدمها الحكماء كان ليها تأثير كبير جدا في تربية النشء اللي موجود في مصر، سواء أطفال بنات أو ولاد، عشان في المستقبل طبعا يحترموا كل الناس اللي موجودة. ودي كانت من أساس العقيدة المصرية، هي احترام كل الناس اللي موجودة في المجتمع وعدم إيذائهم وعدم اعتبارهم معوقين أو تهميشهم حتى في المجتمع. في نماذج كتير من الأقزام موجودة عندنا طبعا في التاريخ الفرعوني، لكن هو طبعا أشهرهم سند. وحتى لما جه اتجوز واحدة من الكاهنات سليم جسمها عادي، ما هياش قزمة، لكن كانت طبعا زي ما احنا شايفين في التمثال هي حاطة دراعها عليه، يعني بتحبه، يعني ما عندهاش مشكلة خالص ان هو قزم، وطبعا قايم بكل مسؤولياته ما عندوش اي مشكلة. وخلف طبعا في ولد وفي بنت موجودين في المجموعة اللي هي بتاعته اللي هي موجودة دلوقتي. هنلاحظ ان في ولد وفي بنت. الفنان قدر يستفيد من المكان الفاضي اللي المفروض هو ينزل رجله لو كان شخص عادي، يعني حط الولد والبنت في المكان عشان يعمل يعني شكل بيسموها التوازن كده في شكل التمثال. ما زالت الالوان موجوده. ليه كمان باب وهمي عندنا هنا سند. وفي كتير من الأقزام عندنا نماذج بيرني عنخو برضو موجود، احتمال يكون هو والد طبعا سند. بمرور الوقت الأقزام خصوصا في الدولة القديمة كانوا واخدين طبعا وضعهم جامد جدا، لكن في العصور التالية كانوا طبعا الأقزام دورهم قل شوية، وكانوا بيخلوهم مع الحيوانات المستأنسة أحيانا. وبعد كده احنا لحد دلوقتي ما لقيناش طبعا حاجات كتير عنهم، وخصوصا في العصر المتأخر والفترات دي لحد دلوقتي احنا ما لقيناش. لكن ان شاء الله في المستقبل يمكن الحفاير يعني يكتشفوا حاجات كتير خاصة طبعا بالأقزام. My name is Monica. I live in England, but I'm Italian. I have always wanted to come to Egypt. This is my first visit. And I've studied in Egypt and Pharaoh's history when I was 10 at school, and I've always wanted to come. Yesterday, finally, we went to see Giza and the pyramids, the Great Pyramid. We then visited Saqqara, and it was very emotional to go inside the tomb and see the hieroglyphics and
how a tomb was made. Also, a dream was to visit the Grand Egyptian Museum, and we saw the beautiful new show about Tutankhamun. And so today it was just the best to be able to see finally the tomb of Tutankhamun and his, well, not the tomb, but all the treasures, because I think it's probably the most famous object in the world. And so it was an honor and a pleasure to be here. So tomorrow I will fly to Luxor, and we have 3 days in Luxor, so we'll see the Valley of the King and the Valley of the Queen, Abu Simbel. We're going to Karnak as well, and Dandara, okay. And then we have to go home, but we have planned to come back next year and do a trip along the Nile and down all the way to Abu Simbel and Aswan. So yeah, this will not be the only visit. We will be back. Not this, maybe next time, but not this time. No, I like the history of Egypt, but maybe one day. My son was in Egypt before Christmas, and he went to Hurghada as well, and he loved it. He had a lovely time. We've only just arrived, so after this we're having lunch and we will try koshari for the first time. So I'm very excited about that. I like linen, and I want to buy scarf for my friends, and maybe scarab for good luck. See, I haven't. We've been very busy looking at. I think they have to come, because not only the history is beautiful and the monuments are beautiful, but the people are really lovely. People are very friendly, and it's, yeah, very kind. Just in the street yesterday afternoon, I walked around. My brother lives in Egypt, in Cairo. He's studying Arabic. And we just walked and we went to coffee shop, and people want to talk, and everybody wants to know where you're from, and they tell you about you, and it's الحقيقة موضوعات المتحف المصري والآثار الموجودة به كثيرة جدا جدا وهامة جدا جدا، وكلها تدل على مدى حقيقة يعني ثراء الحضارة المصرية القديمة وآثارها. وبنتكلم النهاردة عن موضوع هام جدا، وهي الأدوات والآلات الموسيقية في مصر القديمة، اللي كان طبعا بيستخدمها في إقامة الحفلات، وما يصدر شيء إيجابي جدا عن الحضارة المصرية القديمة، اللي مش كلها بس عبارة عن جنازات ومقابر ويعني حقيقة حياة أخرى، لكن كان بيستمتع بالفعل بحياته الدنيا وبيصور ده على المقابر، ويتمنى أن يحظى به في حياته الآخرة. في مناظر موجودة طبعا منذ بداية الحضارة المصرية القديمة، ومنها منظر اللي بنتحدث عنه من مقبرة نخفة قا من الأسرة الخامسة الدولة القديمة، وبيصور من الحجر الجيري الملون، ومنقول من مقبرته بيصور حفلة موسيقية قائمة أمام صاحب المقبرة وهو جالس، وأمامه مائدة قرابين بها ما لذ وطاب من الأغذية والفاكهة والمشروبات، وكذلك أسفل جلوسه أو مكان جلوسه في المنظر نجد منظر لمجموعة جميلة من الحقيقة يعني المغني وهو يقوم بالعزف على القيثارة أو الهرب، وكذلك مجموعة من حقيقة زي ما احنا شايفين مجموعة من يقومون بالنفخ في المزمار ومن يقومون بالغناء. حتى نلاقي حاجات جميلة قوي قوي لسه ما زالت موجودة في حياتنا اليومية، وهي اللي بيغني أو بيقوم بالتجويد بيقوم بسد أذنه، وبيقوم بعمل حاجة غريبة قوي اللي هو بيسد فتحة الأذن وبيبدأ يغني زي ما بنشوف دلوقتي في الاستوديوهات، وهو بيوضع سماعات على الأذن عشان ما يسمعش صدى صوت ويقدر يغني ويطلع أحلى وأحسن ما عنده من طبقات الصوت.
بنلاقي طبعا زي ما احنا شايفينها موجوده بالفعل وهو بيقوم بالغناء، وبيبص للي بيقوم بالمزمار وبيغني، وبيقوم حقيقه بالعزف على هذه الآلة أو الناي أو المزمار. وكذلك هنلاقي اللي هو بيقوم بحركات نفسها ما زالت تعمل الحقيقة، اللي هو بينظم الإيقاع نفسه. هنلاقي حتى اللي فيه حفلة موسيقية وفي رقصة موجودة جماعية، الرقصات الجماعية أصلها هي الفرق اللي موجودة أصلها موجود في الحضارة المصرية، وهم واقفين سيدات كثيرة ويقومون بنفس الحركة الإيقاعية، وهم يقومون برقصة جماعية في حفلة موسيقية جميلة. بيتصور حتى بنحس زي ما يكون اللي احنا شايفين وسامعين الحركات بتاعتهم والأصوات اللي بتطلع من الكتابات اللي موجودة. حتى اللي بيقوم بالعزف على القيثارة أو الهرب مكتوب فيه وهو لا يرى، يعني حتى ما كسفش اللي هو يقول حاجة زي كده لأنه مش عيب. هو معظم اللي كانوا بيقوموا بالعزف على القيثارة أو بيقوموا بالغناء كان بيبقى حقيقة لا يرى أو بصير، لأنه هو بيبقى سبحان الله بيبقى فيه الثلاث حواس الموجودة أو المرتبطة به، سواء نظر أو سمع أو تحدث، بيرتبطوا ببعض. فإن كان عضو من هذه الأعضاء لا يعمل، فسبحان الله مكانه في المخ بيشغلوا العضوين الآخرين. دي الدراسات الحديثة اللي أثبتت ذلك، واللي وعى ليها المصري القديم ووصل لها، اللي هو فعلا بيبقى السمع عنده عالي جدا، والغناء عنده حاسة تذوق يعني ما يعطيه اللسان أو التحدث بتبقى عنده عالية جدا. فسبحان الله اللي هو بيعوضها في شيء آخر. فالمصري القديم عمل الدمج ده وقدر اللي هو حقيقة يستفاد من كل العناصر الموجودة فيه، ويستفاد من كل من هو ذوي همم أو ذوي احتياجات خاصة، ويوظفها في عمل مفيد ويأخذ أحسن ما عنده. وحقيقة نشوفه في الحضارة نفسها وفي الحضارة المصرية وهي موجودة، وما يدل عليها فعلا بالفعل أحسن من حضارات أخرى كانت قديمة وكان يقوم بعزلهم أو بإبعادهم عن الحياة الطبيعية. طبعا في أدوات كثيرة من ضمن الأدوات اللي موجودة في الحفلة الموسيقية وهو المزمار الموجود، وأحد هذه المزامير هو المزمار الذي يقوم بالعزف عليه، وهو حقيقة ذو يعني قصبتين أو مكانين للعزف، وموجود في المتحف. هنشوف مع بعض اللي فيه نموذج حديث معمول من القصب، والنموذج الحديث الموجود دوت نفس اللي موجود من الحضارة المصرية القديمة من الأسرة الخامسة الدولة القديمة، وهو يقوم بالعزف عليه وبحركات بتبقى صعبة شوية، حركات متمرس وخبرة اللي هو بيقوم بيها بسد الفتحات الأخرى عشان يطلع نغمة معينة محتاجها. طبعا الحضارة المصرية القديمة حقيقة مزدهرة جدا ومليئة بالموضوعات الهامة وفي كل نواحي الحياة، وما يؤكد ويشير لمدى التقدم اللي وصلوا ليه قدماء المصريين. بنشوف ده حقيقة في الحفلات وفي الأدوات الموسيقية اللي بتستخدم في هذه الحفلات. هنلاقي اللي هي متنوعة وكثيرة جدا، وفي نماذج منها ما زال يعني حقيقة تستخدم حتى الآن في كثير من دول العالم وفي مصر. طبعا في من ضمن الأدوات الموسيقية اللي شفناها في مناظر كثيرة وشفناها كآثار كمان، حقيقة بنشوف اللي هي أدوات كثيرة بتمثل موسيقى في مصر القديمة، ومنها طبعا 4 أصناف أو 4 تصنيفات لهذه الأدوات وتقسيمها لأدوات وترية. وطبعا زي ما احنا شايفين بتبقى معتمدة على الأوتار، وفي إخراج أو صدور منها صوت، والصوت ده طبعا بيبقى إيقاعي، بيبقى منتظم عشان تألفه وتستسيغه الأذن، ويبقى نوع من أنواع الموسيقى وليس نوع من أنواع الضوضاء. بالنسبة للأدوات زي ما قلنا في أدوات وترية، في أدوات نفخية. طبعا الأدوات الوترية كان منها الهارب، القيثارة بيستخدم الأوتار فيها، والأدوات النفخية زي طبعا المزمار وزي الناي
الحاجات اللي هي بيستخدم فيها النفخ أو الهواء في إصدار الصوت منها. والمزامير في مصر القديمة كانت كثيرة ومتنوعة، منها ما هو بفتحتين أو في مزمارين أو مزمار واحد، وبيستخدموا من أعواد القصب وبيجيبها وبيعمل ثقاب فيها أو يعني حقيقة فتحات، وبيقوم باستخراج الهواء بالتحكم بحركات الأصابع في استخراج هذه النغمة من المزمار. حقيقة غيرهم في أدوات قرع وأدوات طبعا اللي هي وأدوات طبول، زي الأدوات القرع اللي هي أدوات إيقاعية وكان بيستخدمها في القرع. في منها حتى الآن بتستخدم زي الصاجات، وبنشوفها برضو في مصر القديمة بأصناف وأشكال كثيرة جدا من هذه الصاجات التي كانت تستخدم. طبعا غير الإيقاع، كان الإيقاع بالسقف أو بالإيد، ففي أشكال كثيرة لكف الإيد أو بالجزء الأسفل من الذراع اللي كان بتستخدم حتى بإصدار سقف أو رتم معين أو نظام معين في الأداء في الإيقاع أو إحداث إيقاع. وفي طبعا الطبول اللي هي أدوات حقيقة غير الأدوات الإيقاعية اللي هي القرع، في أدوات الحقيقة الطبول أو الأدوات اللي هي الطبل نفسها أو باستخدام طبلة والضغط عليها أو لإصدار صوت منها، أو درامز اللي هم بيقولوا عليه طبعا اللي هو استخراج الصوت من الأدوات بطريقة الطبول أو بطريقة ضرب الطبول عليها. ومن داخل المتحف المصري بالقاهرة، والذي يضم مجموعة كبيرة من التحف الفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية، ويعتبر واحدا من أهم المتاحف الأثرية في العالم، كانت حلقتنا اليوم. فإلى لقاء جديد في حلقات متنوعة وحكايات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.